ها واحد السلام عليكم. عقلتو فاش خليتوني تالف وما عارف فين نحط الراس. كيف كتعرفوا انا ما كنطولش في شي بلاصه. اخر مره كنت دايخ فين نمشي ولا مع من نبقى. كانوا في بالي زوج بلانات، يا اما نبقى مع عمو ايشما وندوز معاه النهارات حدا الواد ونسرح معاه النعيجات كيف ديما، ولا نتبع سميراميس ونكتشف بلاصه جديده وقوم جديد. صراحه ما خديتش بزاف الوقت باش نختار، حدي حتى طلقت الحريه لرجليا وخليتهم هما يدوني فين بغاو. خرجت من هداك السوق وراسي في الارض وسارح رجلي فين متلا بيا الليل غنحط الرحال. وانا غادي في الطريق هزيت راسي للسما، بان ليا السرب ديال الحمام خارج من هداك السوق وشاد الطريق. في الاول جاني عادي، ولكن عاد تفكرت باللي هذا هو السرب اللي كان مع سميراميس هو اللي بقى تابعها مني لقيناها. ايوا بقلة ما يدار تبعته وهو غادي وشاد بيا الطريق شويه حتى بان ليا سيما والخدم شادين تهم الطريق. عاد فهمت وعرفت باللي الحمام باقي لدابا تابعها وحاضيها سميراميس. طبعا بالنسبه لي انا هذه اشاره باللي مكتاب ليا حتى انا نبقى معاها ونتبعها بحال هاد الحمام. ايوا بقيت شاد الطريق وموانس معاه حتى وصلنا للمملكه. كان القصر مبني في راس الجبل ودايرين به الصوار. في داخل داك الصوار كانوا بنايات تابعين للقصر، كل دار فيهم كانت ديال شي وزير ولا مستشار تما. دخلت وسرحت عيني في هداك الخير، انواع واشكال الشجر. صراحه عجبني المنظر بزاف، ولكن حسيت بطاقه غريبه كتسارعنا. باينه هذا شي جن ولا قبيلة الجنون هما عايشين هنا. نتمنى ما يجروش عليا. تبعت سيما حتى دخل دارو، هزيت عيني في الدار وكنشوف قناتها. هاد الشي زين وفخم، الديكورات الغاليين والزواق والزخارف في الارض والسقف. الا كانت هذه غدار المستشار القصر كيف غادي يكون؟ صراحه وبيني وبينكم تحمست بزاف نعيش هنا. دخل سيما للدار هاز سميراميس في يدو، قصد مرتو. فاش شافت البنيته تلاحت عليها وبدات تلعب معاها وتخرج شي اصوات عالم. في الاول كان يحسب ليها بنت شي صاحبه، سولاتو وقالت بنت من هاد الفنكوشه. بقى ساكت واحد المده وهو ينطق بكلمه وحده، هادي بنتنا. السيده تصدمات وتبلوكات، ما بقات عارفه لا اش تقول ولا اش دير. ما حساتش حتى طاحت دمعه من عينيها وهزات البنت في دراعها وعنقاتها بحر جهدها وبدات تبكي وقالت ليه سيما ماشي وقت الضحك هذا، قول بنت من قبل ما نطيق. قال لها الا غير طيقي من هاد النهار ومن ساعه دابا ولات عندنا بنيه سميتها سميراميس، وعولي من هنا شيامات غادي تسمعي كلمه ماما من فمها. واخيرا ولات عندنا بنت اللي سنين وحنا كنتحسروا عليها، ودابا بغيتك تفرحي وتنشطي وتلقيها بشي تزغريتها حتى تسمع القصر اللي في راس الجبل. وجديني لنا شي عشاء مبرع غادي نحتفلوا هاد الليله، وانا غنمشي نضيع الخبر في المملكه.
مرتو ما عرفت باش تبلات، تخلطوا ليها دموع الفرحة مع دموع الصدمة. وانا مني طمأنيت على الفركوسة خرجت نضرب دويرة في المملكة، لعل وعسى نتلاقى مع اهل هاد المكان ونشوف واش غادي يخلوني هنا. خرجت لبرا وبديت كنقول شي تعويذات باش يخرجوا. بلا ما نقول لكم اش قريت، حيت هادشي ماشي ديال اللعب. لا يصدقوا خارجين لكم صحاب الحال كيف خرج لي انا واحد منهم دابا. ايوا هزيت راسي شويه، بان ليا واحد منهم جالس فوق واحد الشجره عاليه بزاف. شافني هو تينزل عندي. صراحه في الاول تعامل معايا زوين، تعرفت عليه. كان سميتو كاداكودي، صغر مني بشي 200 عام. هو الصغير في خوتو، عنده خو الكبير سميتو الخضاضر والمتوسط سميتو حمرودة. هاد كاداكودي قصير بزاف، عنده عين وحده ولكن كيشوف اللور والقدام. ظريف بزاف، ارتاحيت ليه. حتى هو بحالي حزوزي كيجلس غاب بوحدو. غير هو ما عمرو زعام خرج برا المملكه، كيبقى يتسركل غا هنا حيت هو خواف شويه وباقي متعلق بمو بزاف. السيد باقي صغير. ايوا هاد كاداكودي دخل ليا لقلبي. جلست معاه وشدينا ستون فوق واحد الشجره. المنظر من الفوق واعر، تفكرت غير اياماتي. ايوا سولني شكون هذيك البنت اللي جابها السيما معاه. عاودت لي على البلان من طقطق للسلام عليكم، وقلت ليه باللي سيما راه ولا الاب الشرعي ديالها، وشتو بحال تقرص وما عجبوش الحال. سولتو قلت ليه شتك بحال ماشي هو هذاك، مالك؟ قال لي غا الصداع اللي حنا فيه غادي يولي مضروب في جوج. انا الصراحه ما فهمتش بحالكم، ولكن زدت سولت اكثر حتى عاود لي على البلان اللي وقع مؤخرا في المملكه واللي قلبها سفاها على علاها. ايوا جيو تسمعوا اش وقع بلسان كاداكودي. عام قبل من دابا كانت اوداج مرت الملك كوش. هي سميتها اوداج وراجلها الملك سميتو كوش. كانت حامله، دوزت 9 شهور على خير وبخير. وصلت ليله الولاده، تعذبت بزاف بالوجع، نص نهار وهي غير كتوجع وتبكي وتغوت. وغواتها خلات الطيور يهجروا هذاك النهار من المملكه. ايوا كيف تزاد الوليد وغوت الغوته الاولى، طاح الرعد والشتا بلا وقت وبلا قياس. هذاك النهار داز كحل زحل، الجو فيه تخربق. واش حنا في وسط عز الصيف والشتا كطيح بلا حساب. اما الرعد راه فاش كيضرب كنحسو بالارض زعزعات والسما كتبغي تطيح. والملكه اوداج مسكينه شداتها واحد المرضى من ورا الولاده وما طلقتهاش لدابا. اما الامير الصغير ما على بالوش بهذا الشيء، كيعرف غير يبكي ويغوت. من نهار خرج دوز علينا 6 شهور ما كاينش اللي يقدر يكمل نعاسو على خاطرو في هاد القصر. وناري على الصوت عنده وما كيعياش، وزاد عذب ماماه معاه في الرضاعه حيت ما كيشبعش. مسكينه تمصات بقات فيها غير الجلده، فوق من انها مريضه كتردعو كل ساعه
كيقدر يوصل ل2 ايطرو. عياو ما يجربوا، عطاو حليب البقر والماعز وما بغاش. جابوا لي حليب الخدم، يعني الخدامات اللي في القصر، وما بغاش، لدرجة انهم جابوا العيالات القرية وحتى هما ما بغاش يرضع من عندهم. كانوا بغاو غير يخففوا على ماما شوية، ولكن جميع الحلول ما صلحوش معاه. فاش السيمانة على زيادته، الملك دار حفلة السبوع، واخا ما كانتش راشقة ليه، مرته مريضة، ولكن كان ضروري ما يديرها على حسب التقاليد ديال القرية تماك. ايوا في هاد الحفلة اعلن الملك على ولي العرش الجديد اللي غادي يشد الحكم من وراه، وسماه زاهاك. بكثرة غواتو ولسانو اللي ما كيرجعش لفمو، اختاروا لي هاد السمية اللي كتعني الثعبان اللاسع. زاهاك كتعني الثعبان اللاسع. الملك من ورا ما مرضات مرتو اللي كانت السند ديالو، حتى هو مرض في نفسيته وما بقى عنده خاطر لحتى حاجة. فينا هو الملك الباشوش اللي كانت الضحكة ما تفارقش وجهه، ولا مهموم كتر من مرتو، غير ساد عليه. وفاش كيخرج كيقصد الغابة والسلاح في يده، كيبقى يتضارب مع الشجر ويصيد الغزال والحجل. هكا ولا كيدوز نهارو، وحتى من القصر ما بقاش كيعمرو، مخلي في بلاصتو غا المستشارين ودايرين ما بغاو. تاق فيهم، ولكن في الاخر غيعرف باللي دار خطأ كبير من اللي خلى كل شي في يديهم. كاداكودي عاود لي بزاف على العذاب اللي داز منو اوداج وكوش، بقاو فيا بزاف صراحه، وحتى المملكه ما تستاهلش يوقع فيها هاد الشي. كلها تخربقات، حتى حاجه ما بقات في بلاصتها، وكل دا يشرع يديه. ما بقى الحكام، ما بقى شوار، غير كوش ما معمرش القصر، اوداج شاد الفراش، الخادم ملاهين مع الصداع الامير، المستشارين والوزراء نصابين لاعبين لعبتهم وسط القصر. ما يستاهلوش يوقع فيهم هادشي، كل شي بسبب هذاك زاهك. كاداكودي عاود لي بزاف على هاد العام اللي داز، هاد العام اللي داز من عمر زاهك، كاع الكوارث والمصائب اللي ما كانوش كيعرفوهم ولا ما عمرهم وقعوا هذاك العام. باغي نسمعوه؟ خليكم معايا الى الحلقه المقبله ان شاء الله. خليتكم على خير.